يا أهلا بيكم. عمركم تخيلتوا نفسكم كده ماشيين في شوارع ألمانيا وبتتكلموا بثقة؟ النهاردة بقى هنعمل ده سوا. هناخدكم في جولة سريعة هنتعلم فيها 10 كلمات ألمانية أساسية. الكلمات دي هتخلي أي مشوار في مدينة ألمانية أسهل بكتير وممتع كمان. يلا استعدوا عشان الكلمات دي بجد مش هتتنسي. سواء بقى حد بدأ رحلة تعلم الألماني أو لسه الموضوع مجرد فكرة في دماغه، الجولة دي معمولة عشانه. يلا نتخيل كده إننا بنتمشى دلوقتي في شوارع برلين مثلا أو ميونخ. تفتكروا إيه أهم الكلمات اللي لازم نكون عارفينها؟ يلا بينا نشوف. إحنا دلوقتي في قلب مدينة حية كده ومليانة حياة، وعشان كده أول وأهم كلمة لازم نعرفها هي كلمة مدينة نفسها. الكلمة دي هي دي شتات. نقولها سوا تاني، دي شتات. خدتوا بالكم من أداة التعريف اللي في الأول دي معناها إن كلمة مدينة في الألماني مؤنثة. خلي بالكم. طيب إزاي نستخدمها في جملة؟ تخيلوا كده المنظر وإحنا فوق برج برلين وبنبص على المدينة كلها. ممكن نقول Die Stadt ist groß، يعني المدينة كبيرة. جملة سهلة وبسيطة اهي، بس بداية ممتازة. هايل، عرفنا المدينة. طيب مين بقى اللي عايش في المدينة دي؟ وإزاي ممكن نتحرك في شوارعها؟ هو ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي. طبعا أي مدينة فيها ناس. خلينا ناخد كلمتين أساسيتين جدا. der Mann يعني الرجل، وdas Mädchen يعني الفتاة. وهنا بقى في مفاجأة صغيرة من مفاجآت اللغة الألمانية. كلمة Mädchen اللي هي فتاة دي تعتبر كلمة محايدة وبتاخد أداة das. غريبة شوية صح؟ بس هي دي الحاجات اللي بتخلي الألماني لغة مميزة. يلا نشوف أمثلة. لو في راجل واقف قريب ممكن نقول ده مانست هي، يعني الرجل هنا. ولو شايفين بنت بتلعب ممكن نقول ده سميتشن شبيلت إم جارتن، ودي معناها البنت تلعب في الحديقة. طيب لو حد بيفكر يسافر بالقطر جوه ألمانيا يبقى لازم يعرف الكلمة دي كويس قوي. دير بانهوف اللي هي محطة القطر، وطبعا دي كلمة مذكر عشان كده الأداة بتاعتها دير. تمام. طب بالنسبة للمواصلات اللي جوه المدينة نفسها زي الأتوبيس، هنا بقى هنحتاج كلمة تانية وهي دي هالتشتلة، يعني محطة الأتوبيس. خدتوا بالكم؟ الأداة هنا اتغيرت وبقت دي تفاصيل صغيرة بس مهمة قوي. تخيلوا كده إنكم راكبين الأتوبيس وسمعتوا الصوت ده بيقول Die nächste Haltestelle ist am Marktplatz. كده فهمنا على طول إن المحطة اللي جاية عند ساحة السوق. شايفين إزاي الكلمة دي بنستخدمها في حياتنا اليومية؟ حلو قوي، كده عرفنا إزاي نتحرك. دلوقتي بقى نيجي للمشاوير اليومية، الأماكن اللي بنحتاج نروحها عشان نخلص مصالحنا. جاهزين؟ المشوار اللي جاي ده فيه 3 محطات أساسية جدا: السوبر ماركت والبنك والبوسطة. يلا بينا. أول مكان هو دير سوبر ماركت. الكلمة دي سهلة خالص صح؟ تقريبا زي الإنجليزي، ودي أكيد من أكتر الكلمات اللي هنستخدمها هناك. بعد كده لو محتاجين فلوس أو أي خدمة من البنك هنقول Ich gehe zur Bank، يعني أنا رايح البنك. طب لو عايزين نبعت جواب يبقى Ich gehe zur Post، أنا رايح البوسطة. خدوا بالكوا إن بنك وبوست الاتنين أداتهم دي. تمام كده، خلصنا المشاوير. دلوقتي بقى هنتكلم عن كلمتين مهمين قوي، ربنا ما يحوجناش ليهم بس لازم نكون عارفينهم للحالات الطارئة. لو أي حد محتاج يشتري دواء، المكان اللي هيروح له هو دي أبوتيكا اللي هي الصيدلية. نقولها تاني، دي أبوتيكا، ودي كلمة مؤنثة أداتها دي. وفي الحالات الأكبر شوية لا قدر الله، الكلمة اللي لازم نعرفها هي das Krankenhaus، يعني مستشفى، ودي بقى كلمة محايدة أداتها das. طب لو عايزين نقول أنا رايح المستشفى بنقولها كده Ich gehe ins Krankenhaus. بسيطة هي. وبكده جولتنا السريعة خلصت. برافو جدا، احنا كده اتعلمنا 10 كلمات ألماني مهمين قوي. يلا بينا بقى نعمل مراجعة سريعة عليهم عشان يثبتوا في دماغنا وما يتنسوش أبدا. بصوا على الجدول ده، ملخص كل حاجة. عندنا دي شتات يعني المدينة، دامان الرجل، وداس ميتشن الفتاة. للمواصلات عندنا دير بانهوف ودي هالتشتيله. للمشاوير في دير سوبرماركت ودي بنك ودي بوست. وللصحة دي أبوتيكه وداس كرانكنهاوس. القائمة دي مهمة جدا، خلوها معاكم كمرجع. ودلوقتي سؤال أخير، بعد ما عرفنا الكلمات دي، إيه أول مكان ممكن حد يزوره في ألمانيا عشان يستخدم اللي اتعلمه؟ يا رب تكون الجولة دي كانت خفيفة ومفيدة. شكرا جدا ليكم وبالتوفيق في رحلة تعلم الألماني.